السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده رجعت لكم بفيديو جديد واكيد هتحتاجوه في الايام اللي جايه ده عشان المدارس بقى والجامعه ان شاء الله داخله. يا رب تدخل على خير ويكون ربنا رفع عنا البلاء ده. النهارده هنعمل مع بعض الفينو بطريقه سهله جدا ومقادير متوفره عندك في البيت. واوعدك ان شاء الله بعد الفيديو ده مستحيل هتشتريه من بره تاني، سهل جدا وباذن الله مش هياخد منك وقت. وشايفه التوريقه بتاعته من جوه عامله ازاي؟ ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، كمان لو ما اشتركتيش في القناه بتاعتي انزلي حالا اشتركي. في البداية هنجيب 2 كيلو من الدقيق، وطبعا لو عايزة مقادير الكيلو انا هكتبها لك تحت الفيديو. استخدمت معاهم كيسين من البيكنج باودر، كل كيس فيهم 16 جرام. الفينو ده يا جماعة اللي هو الصمون في الدول العربية. هتنزلي طبعا بالمكونات الجافة كلها مع بعض، اللي هي الدقيق هنحط عليه البيكنج باودر، وبعد كده هننزل عليه بمعلقة ممسوحة كده من الملح، وبعد كده كمان هننزل باربع معالق من السكر. وطبعا زي ما قلت لكم انا هكتب لكم مقادير الكيلو الواحد تحت في صندوق الوصف. وجهزي بقى لتر كده من المية الدافية عشان العجين. هناخد منهم كوباية كبيرة وهنحط فيها 4 معالق من الخميرة الفورية، بس 4 معالق كبيرة ممسوحة. وبعد كده هنحط عليهم معلقتين كبار من السكر. ضروري جدا السكر، وممكن تستبدليها بعسل النحل عشان بس الخميرة بتاعتك ايه تبدأ في التفاعل. وهتسيبيها في جنب كده لغاية ما تعلى ونجهز بقية المكونات بتاعتنا. استخدمت كمان 6 معالق من اللبن البودرة. طبعا لو متوفر عندك لبن رايب ممكن تستبدلي كوباية كاملة من المية بكوباية كاملة من اللبن الرايب، او زبادي كمان، بس احنا النهاردة هنعملها من غير لبن ولا زبادي. استخدمت النهاردة محسن الخبز، وده اول مرة استعمله بصراحة، وهقول لكم الفرق بينه وبين انك تعملي الحاجة من غير محسن خبز. بصراحة ما كانش فعال قوي معايا يعني، لان انا كده كده اصلا بعمل طريقه كده طبيعيه في اني اعمل المعجنات بتاعتي من غير الكلام ده خالص، وبستبدله بالخل. تمام، فانا استعملت دلوقتي على كل كيلو معلقتين كبار. وده الخميره بتاعتي اتفعلت، وهجيب كمان معايا 3 بيضات اهم. هنوسع كده مكان الاول في وسط العجين كده بالشكل ده. انا بحب اعمل الطريقه دي دايما في المعجنات عامه. بحط السوائل كلها في النص، وبعد كده بنزل بيها مره واحده وبقلبهم مع بعض بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. كده نزلنا خلاص بالخميره بتاعتنا بعد ما تفاعلت. وبعد كده هننزل بالبيض بتاعنا 3 بيضات، وعلى كل كيلو هتستخدمي بس بيضتين. وبعد كده كمان حطيت كوبايتين من الميه الدافيه. انا كل الميه اللي استخدمتها في الوصفه بتاعتي ميه كلها دافيه، يعني بتسخني لتر من الميه يكون ميه دافيه مش ميه سخنه قوي عشان ما تفسدش الخميره معاكي. وهتخليها جنبك وتستعملي منها بقى كوبايه بكوبايه. ال2 كيلو من الدقيق اخدوا مني حوالي 4 كوبايات ونص من الميه. تمام. بعد ما عجنت العجينه كلها بالشكل ده كده، حطيت بقى كوبايه الزيت بتاعتي. انا استخدمت كوبايه الا ربع من الزيت. وبعد كده بتسيبي العجين بتاعك يخمر حوالي ساعه، في الحر اللي احنا فيه ده ساعه كفايه قوي، او في الشتاء بيكون ساعتين. كده العجين بتاعي ما شاء الله خمر، شايفين شكله عامل ازاي؟ على فكره ما خدش معايا نص ساعه، يعني نص ساعه بالظبط، وكان بقى بالشكل ده. بعد كده ابتديت اخد قطعه كبيره كده من العجين، وهبتدي اعملها على شكل يعني قطعه كده على شكل دايره، وهشتغل فيها واشيل الباقي بقى اغطيه. اهم حاجه تغطي العجين بتاعك كويس عشان يعني ما ينشفش منك. تمام، ويعمل قشره بقى وكده ويغلبك في انه يتفرد معاكي. وبعد كده بتجيبي بقى القطاعه بتاعه العجين او السكينه، وبتبتدي تقطعي القطعه الدائريه بتاعتك دي لقطع زي ما انا بعملها كده بالظبط. وممكن كمان تعمليها دايره يعني تبداي تطلعي منها مثلثات. المهم اعملي بطريقه تكون سهله ليكي. انا النهارده هعمل الفينو او الصمون، هعمله يعني قطع كبيره. انا عايزه الفينو بتاعي يكون كبير، مش هعمله قطع صغيره. انت بقى لو عايزه تعملي بقى الفينو بتاع الهوت دوج او الفينو الميني فينو، يعني زي ما بيقولوا الصغنون ده، ممكن بقى تقطعي قطع صغيره جدا لان هو بيخمر اساسا، وبعد كده يعني هتلاقي حجمه تضاعف. خلاص بعد ما خلصت كده كام قطعه، بدات بقى اغطي عليهم واسيبهم لغايه ما يرتاحوا على الرخام. احنا مش هنخمر مره تانية، احنا خمرنا المره الاولانيه سيبناه حوالي ساعتين لغايه ما خمر، او ساعه على حسب درجه الحراره عندك في المكان. وبعد كده عملت القطعه الصغيره دي وغطيتها، سبتها بس ترتاح حوالي نص ساعه بالكتير او 10 دقايق. وهبتدي اشتغل فيها دلوقتي. هتعملي كل قطعه من القطع دي بشكل بيضاوي بالطريقه اللي انا بعملها دي، رشه دقيق كده بسيطه على الرخامه، وهتبتدي تفردي القطع بتاعه الفينو بتاعتك. وهنبتدي نجيب الحرف بالظبط بطريقه السينابون بالظبط، وهتبتدي تلفيها كأنها سويس رول بالظبط بالشكل ده كده. شايفة؟ سهلة جدا جدا جدا. قطر العجينة بيكون ازاي؟ يعني ما بيزيدش عن نص ملي.
يعني حاجة صغيرة جدا عشان خاطر لما تلفيها ما تبقاش طبقة كبيرة قوي قوي. عندك بقى طريقتين تظبطي بقى الحروف بتاعة العجينة، يا اما تقطعيها بالسكينة، يا اما تعمليها بالطريقة اللي هقولك عليها دي. بعد ما بتلفي العجينة بالشكل ده، بتجهزي بقى جنبك كوباية فيها شوية مية، وهقولك دلوقتي هتعملي ايه. شايفة؟ بتبتدي بقى تجيبي بصباعك كده مية، وتبتدي تحطي في الحروف بتاعة القطعة بتاعة العجين بتاعتك، عشان خاطر تمسك كويس في بعضها، يعني ما تتفتحش منك في الفرن وتبقى ايه، عاملة زي العيش المفتوح. تمام. وضمناها بقى زي البونبوني كده من الجناب، وقفلناها كويس اهي. وحاولي على قد ما تقدري تسويها، تعملي يعني تعمليها على الرخامة كده، زي الرول كده. تمام. وهتبتدي بقى تاخدي قطعة تانية، وتبتدي برضو تفرديها بالشكل اللي احنا هنفردها بيه ده. تمام كده الطريقة وصلت. الطريقة دي سهلة جدا، وبتطلع كمان الفينو معاكي مورق وشكله بيكون حلو قوي. وعلى فكرة هي دي الطريقة اللي بيعملوا بيها في الافران، مش بيقطعوا العجين ويسيبوه لغاية ما يخمر وياخد شكل، لا، بس بيكون عندهم الفرق ان بيكون عندهم قوالب جاهزة للفينو، فبيطلع معاهم الفينو شكله منمق ومنسق وشكله حلو قوي. وبالنسبة كمان للون اللي بتشوفوه في الافران، اللون ده طبعا ناتج ان هما بيخمروا في اماكن تخمير مخصصة، والفران بتاعتهم كمان بتكون حرارة من كل ناحية يعني، غير الفران بتاعت البيت العادية. هو ممكن يعمل معاك اللون ده في فرن الكهرباء، لكن فرن الغاز صعب جدا ان ياخد معاك اللون بتاع الفرن. شوفي بقى انا عملت ازاي دلوقتي. بعد ما عملت العجينة بشكل بيضاوي لفتها، وبعدين ابتديت احط مية في الحروف، وافرد القطعة من الجنبين، وبعد كده ابتديت اعمل رول بالشكل ده كده. والقطعة اللي من الجناب كأنك بالظبط بتقفلي بونبوني، برضو طرف ايدك بالمية كده وتبتدي تقفليها زي البونبوني، ونفردها تاني عشان كلها تكون قطر واحد. بعد كده هتبلي ايدك بالشكل ده كده، وتبتدي تلفي الرول بتاعك بالشكل ده، وتعمليها كده على الرخامة على حبة دقيق مرشوشين صغيرين خالص. وبطرف ايدك برضو هتبلي ايدك كده، وتبتدي تقفلي من الجناب. وكده خلاص خلصنا الكمية بتاعتنا. انا هخلص الكمية بتاعتي دي كلها عشان اقولك دلوقتي هندهن الوش بتاعه ازاي. ودلوقتي هقولك على طريقة تسوية بقى تسويها بطريقتين. كده خلاص احنا خلصنا الفينو كله. هنبتدي بقى دلوقتي نسيبه لما يخمر مرة تانية، ودي اهم مرحلة في التخمير، يعني اهم كمان من المرحلة الاولانية، ان انت هتسيبي الفينو بتاعك على الاقل ساعتين لغاية ما يتضاعف حجمه. وزي ما اتفقنا قبل كده في الفيديوهات المعجنات اللي احنا عملناها مع بعض، ان اي معجنات بتعمليها لازم تاخد 80% من حجمها قبل ما تدخل الفرن. تمام كده، عشان فيها خميرة وفيها بيكنج باودر، فهي طبيعي هتتفاعل تاني في الفرن، بس هنسيبها تاخد 80% من حجمها. بعد ما خلاص خمرت، هنجيب بقى بيضايه، وهنجيب مع البيضه دي رشه من الفانيليا كده، او حبه من الفانيليا اللي هي السايله قد نص معلقه. تمام. وممكن معلقتين من اللبن. انا ما حطيتش بس غير هي البيض والفانيليا. قلبت كويس وابتديت اعمل الفينو بتاعي وشه كده والجناب بتاعته كلها بالخلطه دي. طبعا لو عندك كمان نسكافيه ممكن تحطي فيها ربع معلقه نسكافيه، برضو بتاعتي لون بني حلو. بس انا شايفه بصراحه، وهوريكي دلوقتي كمان الفرق، ان تسويه الفينو اللي دخل الفرن من غير اصلا ما ادهن وشه بيض طلع بصراحه شكله احلى، يعني انا عجبني اكتر. يعني انا دهنت كده صينيتين وسبت الباقي كمان من غير دهن، وهوريكي دلوقتي اللي دخل الفرن من غير دهن شكله عامل ازاي. طبعا ممكن تزينيه بقى بالسمسم او بحبه البركه، دي حاجه ترجع لك انت بقى. انا بصراحه بحبه اصلا من غير سمسم، يعني حتى لما بشتريه من بره بشتريه من غير سمسم، بس انا حبيت اوريكم شكله ان هو يعني بيبقى عامل ازاي بالسمسم. ممكن تحطي حبه البركه، وممكن كمان تحطي كمون، كمون مش مطحون يعني. دخلته الفرن بقى على 180 وسبته حوالي ربع ساعة في الفرن. ولو احتجتي الشواية شغليها، ما احتجتيش عادي يعني مفيش مشكلة، شغلي من تحت بس. وكل شوية بتلف الصواني لو الفرن بتاعك الحرارة بتاعته مش مظبوطة. وده شكله كده بعد ما طلع من الفرن. عايزة اقولك ان هو كان طري جدا، ريحته حلوة قوي قوي في البيت. جربيه بجد مش هتخسري حاجة. طريقته سهلة جدا، وهوريكي دلوقتي كمان شكله من جوه بيكون عامل ازاي. احلى بكتير من اللي بيتباع بره في الافران، ومتكلف يعني كمان في البيت، وما كلفناش حاجه في الفلوس. يعني اقصد ان هو حاطين في بيض وحليب وحاجات مغذيه جدا للاطفال. وعايزه اقولك ان هو خفيف جدا. شايفه هواء ازاي من جوه؟ شكله رائع رائع رائع. وتوريقه ما شاء الله كانك عامله كرواسون، مش كانه بالظبط فينو يعني. عايزه اقولك بقى على حاجه مهمه جدا. الفرق بين الفينو او المعجنات اللي بتعمليها من غير المحسن اللي هو البودر بتاع المخبوزات، والتاني مفيش اي فرق خالص انا لاحظته، لان لما بحط الخل بيعطيني نفس التوريقه ونفس الهشاشه دي. هوريكي بقى دلوقتي الصينيه اللي انا عملتها من غير ما ادهن وشها بالبيض والكلام ده. شايفين شكله عامل ازاي؟ عملت منه طبعا كام قطعه كده كايزر، وكانت بالشكل ده. عايزه اقولك ان عجينه الكايزر هي نفسها عجينه الفينو،
بس طبعا بتتعمل ب 500 طريقه، يعني في طرق كتير جدا ممكن تعملي بيها. ممكن تعمليها بالزبده او بالسمنه او بالزيت. انا المره دي عاملاها معاكم بالزيت عشان تكون في متناول الجميع. شايفين بقى شكله من غير ما ادهن وشه بالبيض ولا باي حاجه. عجبني جدا على فكره، اكتر كمان من اللي مدهون بالبيض. وعلى فكرة ممكن تعملي منه كميات كبيرة وتحفظيه كمان في الفريزر في كيس محكم الغلق، وتطلعيه في وقت ما تكوني هتستخدميه، بتسيبيه بس 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير بيفك معاكي، وبيكون كأنه طازة لسه طالع من الفرن. يلا بقى نعمل احلى سندوتش بيه، ونشوف توريقة الفينو وشكله وريحته عامل ازاي، تحفة. انا كنت عاملة شاورما بصراحة، انا عاملة اصلا الفينو ده عشان اعمل الشاورما. فشوفوا بقى شكله بيكون عامل ازاي. شايفين شكله من جوه قلبه ابيض ومش شايل عجين كتير، هو بالعكس هوائي جدا وطبقة خفيفة جدا من العجين. يلا بقى جربوه ان شاء الله، قولوا لي رأيكم في التعليقات. ما تنسيش تشتركوا في الصفحة بتاعتي على الفيسبوك، نوجا شانل باسم القناة. ولو عجبك الفيديو لايكات كتير للفيديو، شيري مع اصحابك على الفيسبوك. وكمان اللي ما اشتركش في القناة بتاعتي يا ريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس تحت الفيديو عشان توصلوا كل الاشعارات بتاعت الفيديوهات اللي جاية. واستنوني في الفيديو الجاي، بحبكم في الله، توحشوني، ومع السلامة.